قبل ما يموتوه ب3 ايام اتصلوا بعمه وقالوا له كلها 3 ايام الحق حضر الجنازة بتاعت ابن اخوك. وبالفعل بعد ال3 ايام خلصوا عليه بأبشع طريقة ممكن تتخيلها. كل ده عشان كان راجل شهم بيدافع عن واحدة ست كبيرة عندها 65 سنة هي وجوزها. هو ايه الحكاية؟ يلا بينا عشان احكي لكم التفاصيل الكاملة في اصل الجريمة. اللي ظاهر قدامكم في الصورة ده اسمه بلال أحمد، شاب من محافظة القاهرة وتحديدا من حلوان. بلال بيشتغل سواق توك توك في حاله، ولا بتاع مشاكل ولا بيحب المشاكل. من مدة 3 شهور كده فاتوا أو 6 شهور كان في خلاف ما بينه وما بين الراجل ده وابنه ده عم إبراهيم وعماد. للأسف الشديد الخلاف ده كان بسبب إن هو بيدافع عن واحدة ست المفروض إن هي عايشة أو ساكنة في شقة عندهم إيجار قديم وهم عايزين يخرجوها، ولكنها طبعا مش عايزة تخرج لأنها مش عارفة هتروح فين هي وجوزها. المهم طبعا هم عملوا معاه مشكلة وتقريبا وصلت يعني المد الإيد إن هم عماد مسك إزازة كسرها وضرب بيها الست في عينيها فعلها قرنية عينيها، وبعد كده كمان ضربوها على دماغها وجالها ارتجاج في المخ. طبعا لما يعني بلال عرف الموضوع دوت، خصوصا ان الست دي هو تقريبا ممكن يكون يعرفها او يعرفها عن طريق حد قريب ولا حاجه، فالمهم ان هو قرر ان هو يقف عشان خاطر برضو دي واحده ست كبيره وراجل كبير يعني زي امه. فبيقول لهم حرام عليكم ايه اللي انتوا بتعملوه دوت، يبقى هي هتروح فين وست كبيره. بداوا ان هم يهددوه. طبعا الست بعد اللي حصل لها رفعت قواضي وعملت محاضر عشان خاطر ترجع حقها. مين اللي متصدر في الموضوع؟ بلال. فقالوا له روح يا بلال قول لها انها تتنازل عن المحاضر اللي هي عاملاها، عشان لو ما تنازلتش انت اللي هتموت. فراح بلال عشان يكلمها ويقول لها يعني اتنازل عن المحاضر دي وهم مش هيخرجوكي، وفي نفس الوقت برضو يعني عشان انا ما اتاذاش. الراجل واقف في الخير. فللاسف الشديد الست قالت له انا ماليش دعوه، انا مش هتنازل عن حقي وحقي هطالب بيه، انت بقى وهم مع بعض عيشوا حياتكم. وطبعا يعني كان جزاته ان هو خلوه في يوم من الايام، طبعا بعد ما كلموا عمه قال له خلاص حضر جنازه ابن اخوك، خلوه نازل من التوك توك زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. دي اولا الجنازه بتاعته، يعني ربنا يرحمه طبعا ويصبر يعني كل الناس اللي بتحبه واهله على فراقه، ويا رب يرجع له حقه. طبعا زي ما انتم شايفين كده المفروض ان هو يعني ماشي بيقع، لان هم كان اول